بقول لك ايه يا شيخ؟ يا دولي، بفكر اشتري عقار وابيعه بعد سنه كاستثمار. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. يا اما كذب يا اما عدم وعي من الادارات او من السيلز او من البروكر، مش حقيقه. انا النهارده لو اشتري عقار وابيعه بعد سنه واحط عليه الاوفر بتاعي وفي الاخر يدخل لي عوائد، كان مصر كلها اشترت عقارات واستثمرت فيها. القصه كلها بتبقى دراسه وبتبقى ارقام، مش فكره يلا اشتري وخلاص واسمي اشتريت عقار. رقم واحد، المفروض لما اجي اشتري عقار كار او اي اللي هو ريتيرن اون انفستمنت، معاليك بيبقى ليه حسبه معينه هتكلم معاك فيها. انت اولا بتحسب الزياده السنويه عشان تحسب المكسب السنوي بتاع العقار الواحد، بتحسب 12% زياده سنويه، ده الافريج والمعدل الطبيعي لزياده سعر المتر في العقار. رقم 2، بتحسب 12% تانية غير ال 12% بتاعت الزياده السنويه، بتحسب 12% تانية دي المفروض ان هي حجم ونسبه التضخم عندك في مصر. بتاخد اجمالي سعر اليونت، لو قلنا مثلا 10 مليون جنيه، بتاخد الاجمالي ال 10 مليون ده عشان تحسب انت اول سنه هتكسب كام، تضربه في 12% اللي هو زياده سعر العقار، و12% تانية اللي هي نسبه التضخم السنويه تحديدا لمصر. هيطلع لك رقم، هو الرقم ده الزياده السنويه الاولى بتاعتك. تاخد الرقم ده تحطه على ال10 وتقوم ضارب في 12 بلس 12، يبقى كده دي تاني سنه. تاخد الرقم التوتال اللي طلع لك ده وتقوم حاطه في الايكويشن تاني هي فيطلع لك العائد بتاع تالت سنه، وهكذا. القصه باختصار شديد جدا، لما تيجي تشتري عقار معاليك اشتري العقار اللي يعجب السوق، مش اللي يعجب البروكر ولا اللي يعجب معاليك، عشان تعرف ان انت تكسب. وفكر فيها، هتلاقي في فرق كبير قوي. شكرا يا محمد حبيبي.